ما ينفعش تصلي بيه ما ينفعش تخرجي بيه. يعني مثلا انا النهارده هصلي العصر 3 ركعات، ايوه زي ما بقول لك كده بالظبط. مش احسن ما اصليش خالص؟ وبعدين احنا مش احسن من غيرنا كتير، في ناس تانية ما بتصليش اصلا. ايه الكلام اللي مش منطقي اللي انا بقوله دون؟ هو ده بالظبط نفس اللي حضرتك بتعمليه. اه والله زي ما بقول لك كده، ربنا امرك بالحجاب في شكل معين وصوره معينه وبشروط، انت بقى بتختاري اللي يعجبك واللي يجي على مزاجك. يعني طرحه قصيره مثلا وبلوزه وبنطلون ضيقين، جيبه واسعه بس باضي ضيق ومجسم ايديكي، ده غير البنات اللي كل حجابها مش محقق اي شرط اصلا. ما تبصيش للبنات التانية وتقولي انا احسن من غيري كتير، ولا تقولي اهلي شافوني ولا قالوا لي ده وحش. قال الله تعالى: يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ما ينفعش تمن على ربنا بالطاعه. وابسط حاجه اسالي نفسك: هو انا ليه بلبس ازدال فوق اللبس دون لما باجي اصلي؟ ليه مش بحس انه ينفع اصلي بيه؟ كوني ملكه بحجابك، وافتكري اللي ما ينفعش تصلي بيه ما ينفعش تخرجي بيه. بس كده. سلام عليكم.